غنشارك معكم اليوم كيك يومي اقتصادي بحبة بيض واحدة، كيجي بحجم عائلي، كيجي خفيف مفشفش لذيذ بزاف، ما تبعوش منه بطريقة سهلة، مكونات بسيطة. غير تبعوا معايا المقادير والطريقة، ان شاء الله غتحصلوا على نفس النتيجة وغتولي عندكم وصفة معتمدة. اذا عجبكم الفيديو اخواتي كنتمنى تشجعوني بجملة الفيديو وتشتركوا معايا في القناة باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. على بركة الله غنبداو مباشرة في تطبيق الوصفة مع ذكر المقادير. فبسم الله على بركة الله. دائما الخطوة الأولى في تحضير الكيك هي تحضير القالب اللي غنستعملو. دهنته بالقليل من الزبدة، رشيت فيه القليل من الدقيق، غنحتفظ به داخل الثلاجة وغنمشيو مباشرة باش نوجدو الخليط ديال الكيك. بالنسبة لهذا المول اللي استعملت هو مول متوسط الحجم ديال 24 سنتيمتر في القطر ديالو. بسم الله. في إناء كنوضع حبة واحدة من البيض، ولكن ضروري تكون بدرجة حرارة المطبخ. كنضيف عليها كيس من السكر منسم بالفانيلا مع كاس من السكر حبيبات. كنطرب هذا الخليط جيدا حتى كيصبح عندي اللون ديالو ابيض. كنحس بحبيبات السكر دابو، ما بقاوش كيبانوا. ضروري تخلطوا جيدا في هذه المرحله الاولى. ما تنساوش تضيفوا قبصه صغيره من الملح، ومن بعد غنضيف كاس الا ربع من الزيت النباتيه، وغنستمر في التحريك جيدا حتى كينسجموا هاد المكونات جيدا، يعني ما كيبقاش الزيت منعزل بوحدو، كنتحصل على خليط متجانس. هنايا غنضيف علبة من الياغورت. انا هنا استعملت نكهة جوز الهند، صراحة جات خطيرة في المذاق. ممكن تستعملوا نكهة الموز او نكهة الفانيلا. وزن العلبة 110 غرام. بالنسبة للياغورت هو الزبادي. كنخلط جيدا، ومن بعد غنسم الكيك ديالي بقشور الحامض. غنبشر هاد الحامضة القشور ديالها كاملين بالنسبة للقشرة الخارجية كاملة، باش كتجيني الكيك ديالي منسمه بقشور الحامض، كتجي لذيذه بزاف ومنعشه. وبالنسبه لهاد الحامضه هادي غنعصر النصف ديالها لان عندي حجم كبير. مهم كتحتاجوا ربع كاس من عصير ليمون الحامض. كتضيفوا عليه الماء اللي كيكون دافي، كتحصلوا على كاس الا ربع من عصير الحامض مع الماء. الماء ما تضيفوهش بارد، ضيفوه دافي شويه. كنصفيه وكنضيفه للخليط وغنخلط جيدا باش كينسجم لي